بقالي فترة كل ما أقول لجوتام تغسل أسنانها ما ترضاش أو تغسلها بسرعة جدا، لحد ما لقيت الحل في مجموعة الكتب دي من أورا ستيشن. هتلاقوا على الويب سايت بتاعهم سلسلة كتب من 3 أجزاء. أول جزء اسمه صغيرة ولكن مفيدة، بيشرح فيها للأطفال إيه أهمية الأسنان وشكل أسناننا وإحنا صغيرين ولما بنكبر. تاني جزء هيا نعتني بأسناننا، وفي الجزء ده بيشرح أكتر للأطفال إزاي يعتنوا بأسنانهم، يغسلوها كام مرة في اليوم ويغسلوها إزاي وإيه شكل فرش الأسنان. وكمان الأطفال بتشوف شكل الأسنان لما تتسوس وإيه اللي ممكن يحصل للأسنان لو ما اتنضفتش باستمرار. وتالت جزء اسمه زيارة إلى طبيب الأسنان، وده بقى بيمهد للطفل كل حاجة ممكن يشوفها لما يروح لدكتور الأسنان علشان ما يقلقوش أو يخاف. الكتب دي الألوان فيها مبهجة كده والرسومات بتشد الأطفال. في كمان في كل جزء ألعاب وأفكار علشان الولاد ما تملش وبالعكس يكونوا مبسوطين بالمعلومات اللي أخدوها. كمان في آخر كل جزء في دليل الآباء بيشرح ليهم الكتاب وإزاي ممكن يحققوا منه أعلى استفادة. وكمان في كتاب تلوين بيجي مع كل جزء. وبعد ما تخلصوا الأجزاء هتلاحظوا إن ولادكم بقى عندهم حصيلة معلومات كبيرة وقد إيه مهتمين بغسيل أسنانهم.